اسمي صلاح عبد الحميد محمد آدم، الشهرة بالسيد كابوريا. عاشق من عشاق السمسمية، مواليد محافظة السويس 18/9 محافظة السويس، حي الأربعين. عشقت الآلة دي وأنا صغير وهوتني وجريت وراها. ابتديت أشتغل ورا الناس الكبار عمامنا اللي علمونا، منهم الراحل إبراهيم محمد حسن بدران عليه رحمة الله، وشهرته إبراهيم البلطي، وأيضا البطل الشهيد الراحل عبد المنعم عمار عليه رحمة الله، من أبناء محافظة السويس ومن عشاق السمسمية ومن الشباب بتاع السويس المشرف. ده بطل من أبطال 67، كان في اليمن وجاء من اليمن، قعد شهر هنا، تزوج واستدعوه، راح سينا عليه رحمة الله، استشهد. إنما بقي أعماله، ولي ابن موجود معانا عايش في وسطنا هنا، الأستاذ عمار عبد المنعم عمار. والآلة والحدوتة دي كلها حفظناها من الناس الكبار، وحبينا نعمل منهم حاجة للأجيال. عملنا فريق صغير للبراعم يتعلموا، وتعلموا الحمد لله، كذا فرقة طلعت، واحنا مستمرين في الحدوتة وبنبذل أقصى ما في جهدنا. ودلوقتي احنا عاملين كم من السماسم كبير قوي، فالوقت انا بعمل شوية سماسم هدايات لزوار الجمعية. طبعا هنبتدي نوريكم السماسم اللي هي الجلد، سماسم الجلد. بنجيب الجلد ونجففه بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. الجلد كده في المية، طلع الجلد من المية اهو، بننشفه ادي الجلدة معمول لها تدكيك بتاعها اهي. بنجيب الجلدة كده وبنجيب الطبق اللي هنشد عليه، طبق عادي بنحط عليه الجلدة كده، كده بنظبط الجلدة على الطبق بالشكل ده كده اهو. بتبقى فيه العيون خلف الطبق، طبعا خشب من مسمارين ومجهزينه. بنجيب الخشب كده اهو، وبنجيب القلم اللي احنا بنعلم بيه، اللي هو الفلوماستر دوت، عشان نفتح الجلد. ادي الجلد اهو، بنعلم هنا وبنعلم هنا تحت الخشبة على طول، تحت الخشبة على طول. بنعلم دي وبنعلم دي، ونبتدي نقطعهم عشان نعدي منهم الخشب اهي. العلام معلمينه كويس اهو. نجيب المقص، بناخد العروة وبنجيب التانية، نفس نظامها، وبناخد منها العروة التانية بتاعتها كده. الجلدة اتخرمت خرمين اهم. بنجيب ده اهو،
نفتح دول من بعضهم. بنبتدي نلبس الجلدة. تاني اهي جلدة اهي اهي. ونرجع نلم تاني دول عشان يتجمعوا مع بعضهم كده. اتجمعوا. بنبتدي نحطها على الطبق. بنظبط منها ونحطها على الطبق اهو الطبق. وبرده الجلدة بنفردها ونخفي الطبق كده. وبنبتدي بقى ايه نفرد الجلدة اهي. هنا في ميبر جاهز. بنبتدي ناخد حلقة من الحلقة اللي احنا مجهزينه ده، عشان الحلقة دي هي اللي هتمسك